صباح الخير. صباح الخير. احنا علاقتنا لازم تفضل كويسة قدام الولاد. ما هو ده اللي احنا بنعمله اصلا. انا بس بقول لك. وانا سمعت. في حاجه تانية؟ كلمت ابراهيم سألته؟ لا ما سالتوش ومش هساله. وكفايه غلط بقى، ولا انت ما كفكيش اللي عملتيه امبارح جاي تكملي دلوقتي؟ انا ما غلطتش. امال اللي عملتيه ده اسمه ايه؟ قلت لك الحقيقة. تاني يا ناديه؟ انت اللي خليت الموضوع يبقى صعب بينا مش انا. ناديه انا غلطت في اني كدبت عليك وانت غلطت فيا، خلاص يبقى خالصين. والله انت عاوز تساوي ده بده؟ انا ما غلطتش اصلا. انت كدبت عليا عشان خاطر امينه، ودلوقتي بتكذب على نفسك علشان خاطر المهندس. كفايه بقى تجريح، انت ايه ما بتحسيش؟ انت عاوز تمد ايدك عليا؟ لا لا طبعا. وانا اقدر؟ اه يا حسن، انت قدرت على حاجات كتير قوي. انت اتغيرت، انا ما بقتش غاليه عندك. انا زي ما انا يا ناديه، ما اتغيرتش. افضل كابر كده. ده بدل ما تعتذري لي. اعتذر لك على ايه؟ انا صح؟ لا انت مش صح. لا صح. صباح الخير. صباح الخير يا حبايب قلبي. طيب انا لازم اتحرك بقى، عايزين حاجه؟ لا ابقى طمنا عليك وخلي بالك على نفسك وما تنساش تكلم ابراهيم. ابراهيم مات. بجد؟ طب اسمع، مش عاوز تفطر؟ لا شكرا. ايه هتفطر مع المهندسين والمهندسات زمايلك؟ باي باي نادية. باي باي. اقعدوا عشان اعمل لكم سندوتشات. هو حضرتك هتخلص امتى؟ هخلص لما انت تخلص، انا اوراقي جاهزه. مستني ايه؟ مستني العربون. وهم هيدفعوا عربون قبل ما يطمنوا ان الموضوع رسي عليهم؟ هو مفيش ثقه ولا ايه؟ انا كلمتي واحده. ثقة. طب سيبني اظبطها. لا مفيش سيبني وما سيبكش. النهارده بالليل تقابلني يكون معاك العربون. لو معاك هنفذ بكره، مش معاك اعتبر الموضوع لاغي. ان شاء الله خير. الو. ايوه علي، انت راجع النهارده بدري ولا عندك مواعيد؟ لا راجع بدري. خير في ايه؟ عايزاك في موضوع مهم. موضوع ايه؟ لما نتقابل. طب اديني فكره بس. اصبر يا علي، لما نتقابل هحكي لك. باي. ماشي باي. للاسف ما ينفعش تغير اي حاجه. يعني ما عرفتش تقنعها؟ هو ده طريقه التعامل مع اي مطور عقاري، احنا مش اول شركه. كلهم اتعاملوا كده، كلهم دفعوا كاش. دفعوا كام يعني؟ 100 مليون؟ 200 مليون؟ ما انا عارف كل حاجه يا باشمهندس. دفعوا نص ثمن الارض. بس ما حدش دفع 400 مليون مره واحده. عشان دي اغلى حته ارض عندهم. عشان كده كان لازم تتعب معانا اكتر. بس هي ما عملتش كده. هي ست طف. انا اسف ان بقول كده طبعا، بس هي قليله الذوق. من فضلك لاحظ انك بتتكلم عن مراتي. ما بتكلمش عن مراتك، انا بتكلم عن السيده الفاضله مديره الشركه اللي وقفت المراكب السايره واتعاملت معانا بعجرفه. احنا مش بنسرق يا باشمهندس، في ايه؟ احنا ماشيين بما يرضي الله. كل المشاريع ماشيه يعني من دقن وفتيله. هي جايه تعدل الميله؟ طول عمرنا بنعمل اعلانات وبنجيب فلوس والناس بتدفع عادي، يعني مفيش مشكله. هي بس مش واخده بالها انها جايه لها فلوس كتيره جدا هتبقى معاها، وما تقدرش تعمل مشروع لوحدها زي ما هي قالت. على فكره انا مش مصدقها في ولا كلمه. بس هي عملت كل اللي قالته. في ايه؟ هو انت المحامي بتاعها؟ يا باشمهندس انا جايبك هنا النهارده العضو المنتدب بتاع الشركه. يعني مشروع انا اخترت ان احنا نشتغل مع بعض، وانت جيت قلت لي انه ما ينفعش. عادي، الجايات ان شاء الله احسن وتتعوض. بس اللي انا فهمته بقى انك ما عندكش قدره على الاقناع. يعني ما تقدرش تبيع فكرتك ولا تقدر تحقق حاجه مستحيل تحققها. المواصفات دي مش عندك يا باشمهندس للاسف. بس انا شايف انك انت ممكن تقدر. لو سمحت اقنعها بايه؟ تكسر قوانين شركتها؟ هو الاقناع بيظهر امتى؟ وقت كسر القوانين. ومين بقى اللي حط القوانين دي يا هندسه؟ المهندسه ناديه اللي هي مرات حضرتك اللي معرفتش تقنعها.
مهندس ابراهيم، انا ممكن اسالك سؤال؟ اتفضل. انت اخترتني ليه؟ وانت بتسأل ليه؟ عاوز اسمع اجابتك. وانا هقول لك. عشان المصالح بتدور على بعض. اه، يعني انت اخترتني عشان اخلص لك موضوع الارض. يعني بصراحة هندسة دي كان طبعا من إحدى أسباب اختياراتي، بس ده لا عيب ولا حرام ولا في مخالفة للقوانين ولا احنا بنعمل حاجة غلط. احنا بننفع بعض، زي ما تقول كده شراكة طويلة الأجل. صح هندسة، أنا يعني لما كنت بفكر فيك كان عشان أجيبك عندي كانت إحدى الأسباب إنك تسرع لي القرارات. مش معنى كده إن أنا بشكك في خبراتك، بالعكس سيادتك فاجئتني، وخصوصا يعني في أسلوب إدارتك وقراراتك الجميلة. وفي نفس الوقت أحبطت، لأن الحاجات اللي كنت عايزك تعملها ما عملتهاش، والحاجات اللي كانتش في دماغي أصلا إنها تحصل أنت عملتها. بس في النهاية يا باشمهندس، لا أنا زعلان ولا أنا خسران. بتكتب إيه؟ بتسال ليه؟ عايز أعرف. عارفة لما تكوني قدام حد صعبان عليكي ومش طايقاه في نفس الوقت من كتر غباوته وقلة حيلته، يقوم ماسك سكينة ويقعد يدبح فيكي ويقولك أنا لازم أموتك من حياتي، أنا وحش. ربنا يكون في عونها. احساس صعب قوي. بس اللي أنا مش قادر أستوعبه، هي إزاي عايزة تبقى لوحدها في وسط ده كله؟ أنا ضد موقفها ده وهموت على الولد. قلبي وجعني عليه من الصبح، مش عارف أعمل إيه. احاسيس جديدة عليك دي. من فضلك أنا مش ناقص تقطيم. لا انا ما قصديش كده خالص. انا برضو زيك، حاسة احاسيس كلها جديدة عليا، زي الاكتئاب مثلا. حاسة ان انا بخسر حسن وحسن بيخسرني، احنا الاتنين مش واخدين بالنا. حاسة بكل حاجة وكل الاحاسيس دي جديدة عليا ومش عارفة اعمل ايه. في إيه يا نادية؟ مفيش. المهم انت، انا هتكلم مع شذا، بس اوعى تبعد عنها مهما عملت. ربنا يخليك يا أختي، بس أنا برضو قلقان عليكي. متقلقش يا رمزي. دوري على اللي غاب في علاقتك انت وحسن، لما تلاقيه هتعرفوا تكسبوا بعض تاني. حسن هو اللي غاب يا رمزي. ايوه يا هند. ماما انا عايزاكي في موضوع مهم، وامبارح قلتيلي نتكلم قبل ما تنامي وما اتكلمناش، والصبح صحيت وكنت نزلتي وانا اول لما ارجع من الشغل هنتكلم. وليه مش دلوقتي؟ عشان انا في الشغل. بالراحة بالراحة. ماشي يا حبيبتي، اول لما ارجع نتكلم. ماشي يا ماما. بحبك. وانا يا ماما.
باي باي. عندك القدرة تمتص اللي قدامك بكلمة وتعصبيه بكلمة برضه. هو انت سايب شغلك ليه؟ شفتي؟ اهو. انا هتكلم مع شذا واقول لك. انا ما عنديش مشكله لا مع امينه ولا غير امينه. امال مشكلتك مع مين؟ معاك انت، مع جوزي اللي ضحك عليا وسابني في نص الليل وانا تعبانه ونزل يعمل فيها مصلح اجتماعي. ابراهيم اختارك انت ليه؟ وليه اول مشروع ليك الارض دي؟ ارض الشركه اللي انت كنت بتشتغل فيها، اللي مراتك مديرتها. ليه انت وليه الارض دي؟ انت اخترتني ليه؟ عشان المصالح بتدور على بعض. يعني انت اخترتني عشان اخلص لك موضوع الارض؟ احدى اسباب اختياراتي. عاوزاك تصدق ان انا دايما احساسي بيطلع صح. لقيت نفسي بكتب استقالتي وبرميها له. وارتحت يا حسن لما عملت كده؟ مش عارف، اصلا ما قدرتش ارفع السماعه على ناديه واقول لها انت كنت صح، ولا قدرت ارجع ابص في عينيها وهي بتسمع اللي حصل. طبعا ما ينفعش ارجع الشركه معاها بعد ما استقلت، ولا في اي شركه هتقبلني وانا لسه ما قعدتش كام شهر في الشركه دي. وعايش منين واصرف ازاي؟ مسؤوليه العيال والبيت، ده غير موضوع امينه ده اللي انا اتورطت فيه كدبه سخيفه ملهاش معنى بوظت صورتي. هو انا ليه كدبت؟ هل فعلا كنت عاوز احس بنفسي في عينين امينه؟ ولا انا حاسس ان انا قليل ولما بقيت مدير حبيت اسيطر زي ما كريم قال؟ هل انا فيها النقص ده كله وانا مش واخد بالي؟ هو انا بعمل كده ليه؟ ايه اللي انا بعمله في نفسي ده؟ انا طول عمري عمال ابني لنفسي صوره محترمه قدام عيالي، تقوم تتهز كده قدام ابني وتتشرخ قدام ناديه. خلصان يا زينب، خلصان. حل ناشف، جوفي فارغ. وفي وسط كل ده كنت بقول يا رب انا حاسس اني بعيد عن نفسي وانا مش واخد بالي. انا مكسوف من نفسي، اول مره اتكسف من نفسي يا زين. كسفتي دي خانقاني وملجماني. اخوك مش عارف يعمل ايه يا زين. لا 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 يا حبيبي، انت ما تعملش اي حاجه. كفايه انك صادق مع نفسك، حتى لو مكسوف او مخنوق او متلجم. انت ما فيش حاجه تكسرك يا حسن. صلي على اللي هيشفع فيك يا حبيبي، وسيبها لله وهو يدبرها يا حبيب اختك. نعم بالله.